ليه ممكن تهتم ان انت تسمع مني توقع اصلا؟ هو التوقع ده حظ قوي يعني؟ بص، خلينا متفقين ان 70 80% منه حظ طبعا، بس برضه في 20 30% رؤيه وخبره وفرجه على كره القدم. يعني مثلا يا عم اسمع مني واشتري مني لحد الاخر كده، مش يمكن اكون بقول كلام صح. العبد لله اخوك، يعني مش شكرانه في نفسي والله، بس بعد دور المجموعات، لان دي حاجه مش سهله على فكره، من دوري الابطال السنه اللي فاتت طلعت وعملت حاجه فور فان كده، ان انا اتوقع كل حاجه من دور الستة. انت متخيل دور ال 16 لحد النهائي في دوري الابطال؟ ساعتها تقريبا ما حدش كان متوقع من جمهور انتر نفسهم ان هم ممكن يوصلوا نهائي مثلا. رغم كده انا طلعت وتوقعت ان انتر يعدوا كل الفرق اللي هيقابلوها ويوصلوا نهائي ويكسبوا برضه برشلونه، وده اللي حصل فعلا. بغض النظر على اللي حصل فيهم في النهائي، يعني ما مش لازم تكون فاكر قوي يعني، بس المهم ان هم وصلوا. عارف حضرتك ده معناه ايه؟ ولا اي حاجه طبعا، انا كل اللي انا بقوله لك وكل المقدمه دي يعني برضه فور فان، يعني ده كله توقع مش اكتر. فعشان كده الفيديو ده مخصوص عشانك انت مش لوحدك في الدنيا اللي بيحب تتفرج على كوره سريعه وما فيهاش اي نوع من الملل. فخلينا نبتدي بالتحدي ان احنا نوصل الفيديو ده ان شاء الله ل 1000 لايك، وما تنساش تعمل برضه سبسكرايب عشان نقدر نحط الدرع الجميل ورانا. مش عايز اقول الاول ولا اقدر اقول الوحيد اللي بيتكلم بالطريقه دي، فيها حماس وطريقه سريعه، كل ده عشان تعرف توب 5 لاكتر دوري تنافسي في العالم، وهو الدوري الانجليزي. فكره بصراحه ان انا اقول لك الترتيب بقى من اخر مركز لحد المركز الاول، وتوقعات الحاجات اللي في النص والكلام ده، بحسها هبد الصراحه 100%. يعني بقول لك الحقيقه، يعني دي وجهه نظري. ده ليه؟ لان كل حاجه بتتغير من مجريات الدوري وصفقات في الانتقالات الشتويه وبلا بلا بلا. انا عارف ان الموضوع كله في الاول وفي الاخر هو توقع، يعني انا مش مكبر الموضوع، ولكن برضه عشان الواحد يكون صريح معاك، يعني انا عايز ابعد شويه عن اللي هو كله هبد، بس نبعد شويه عن الهبد. خلينا في الحاجات اللي نقدر نتوقعها وتكون حقيقيه شويه، يعني اللي هو احس ان انا مصدق نفسي وانا بقولها، وهي مراكز الهبوط والخمسه الاوائل على الدوري. خصوصا ان الدوري الانجليزي دلوقتي بقى بياخد 5 مراكز لمقاعد الدوري الابطال. في المركز ال20 من غير اي مقدمات ولا رغي كتير، بيرلي. ايوه، الفرقه اللي طلعت، ورغم ان هي طلعت والتعاقدات اللي عملوها ووكر والقصص الكتير دي كلها، ده ما يشفع لهمش نهائي ان هم يكونوا فرقه تاريخيا معروف جدا ادائهم في الدوري الانجليزي. طبعا تاريخيا ده المقصود بيه مؤخرا يعني، ولكن خلينا متفقين ان الاداره واللعيبه ووكر نفسه اللي رايح لهم صفقه، ده هو رايح بس عشان يبقى عايش بس في انجلترا مش اكتر. ممكن السنه اللي بعدها نلاقيه في امريكا ولا في السعوديه، وبعدها ممكن يعتزل خالص. فاعتقد ان بيرلي هتبقى اول الهابطين، ومش بس اول الهابطين، ده اكتر فرقه ممكن تكون تتعبى جوال اصلا في الدوري، ويعني الشباب بتوع الفانتزي كده هياكلوا عليهم عيش الصراحه لاي فرقه بتلعب ضده. في المركز ال 19 وتاني واحد من الهابطين، واللي هو هيبقى اللي هو احسن شويه من المركز الاخير، وهو ساندرلاند. اي انا سامعك دلوقتي وانت بتقول لي شفت يا محمد انت مش متابع، شفت يا محمد انت بتقول اي كلام، شفت يا محمد انت بتبني كلامك على حاجات مش منطقيه. ساندرلاند من اكتر الفرق اللي عاملين صفقات كتير جدا، ومن فرق تقيله جدا فعلا، وصفقات محترمه فعلا في كل مركز من مراكز الملعب. استغلوا فكره ان هم طلعوا من الشامبيونشيب للدوري الانجليزي وعايزين يمسكوا فيها بايديهم واسنانهم. ولكن عزيزي المشاهد، كل ده مش كفايه لاكتر من سبب. فكره التنافس على الدوري الانجليزي وزياده مقاعد في البطولات الاوروبيه، ده خلى فيه تنافس اكتر من اللي اساسا كان موجود، اللي هو اصلا كان كتير في الدوري الانجليزي نفسه. يعني الفرق كلها بقت بتنافس على مقاعد اوروبيه، ففعلا الفرق المتوسطه وتحت المتوسطه بيلاقوا نفسهم عشان هم بيفكروا في حاجه اعلى بعيد دايما عن مراكز الهبوط. ففكره ان انت تلاقي فرقه من الدوري الانجليزي واقعه، او تتوقع ان هي واقعه، زي مثلا برينتفورد، ايفرتون، زي فرق كتير جدا ممكن تكون مش متوقع لهم احسن حاجه في الموسم، ولكن عاده دايما المفاجات بتيجي في الدوري ده بالتحديد. وعشان نفس المبدا ده، لو جينا نبص على اخر واحد من الهابطين، فهو مش فريق خارج ولا طالع من التشامبيونشيب، وهو الفريق اللي هرب باعجوبه الموسم اللي فات، وكمان زود على الطين بله زي ما بيقولوا، وهو الذئاب وولفز، اللي هو اساسا كان بيهبط السنه اللي فاتت. ولا وكمان فوق ده اللي خلاه ما يهرب بس كده من الهبوط، هم كام نجم في النادي زي اياد نوري، زي كونيا، اللي كانوا معتمدين عليهم اعتماد كلي تقريبا الاثنين، ده غيرهم كتير خرجوا من النادي كمان. فاعتقد ان ليدز هو الفرقه اللي ممكن تحس كده ان هي تنفع لاواخر جدول الترتيب، ولكن ممكن تهرب من الهبوط. في المركز الخامس، اللي هيبقى ضامن اخيرا عوده للدوري الابطال مره تانية، وهو الاسطوره من الاساطير المان يونايتد. اعتقد لو قعدت اشرح لك سبب رجوع المان يونايتد لدوري الابطال تاني، او على الاقل خالص المنافسه تاني في الدوري الانجليزي، فاكيد ده يبقى هزار. فرقه عامله ميركاتو كويس جدا، ومش بس ميركاتو في اللعيبه زي المواسم اللي فاتت، لا ده ميركاتو كمان في مدرب، مش بس مدرب جديد وكويس وعنده كواليتي محترمه وتكتيك محترم عايز يطبقه في الملعب، لا ده كمان مدرب تقريبا اخد سنه فري كده كتجربه، وهي السنه اللي فاتت، او نقدر نقول يعني نص السنه كتجربه، ان هو يبقى عارف كل حاجه في النادي، كل حاجه
حاجه من جذور النادي والحاجات البايظه بدات تتصلح وتتغير، زي مثلا ملعب التدريبات بتاعهم وكل حاجه كان بيشتكي منها اللعيبه. وبالمناسبه دي اللي طلع واتكلم عنها كريستيانو لما اتعامل معاه لقاء، وقال ان كل حاجه زي ما هي لما كان موجود قبل كده زمان في اليونايتد. الحاجات دي فعلا بتفرق في نفسيه اللعيبه جدا 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 فوق ما انت تتخيل. فاعتقد لو جابوا باليبا وحارس مرمى مثلا فالموضوع كده يبقى خلصان معاهم خالص. ساعتها بقى فعلا يبقى عيب قوي، عيب قوي ان انت تتوقع توقعاتي وترتيبي، لان في المركز الرابع مش همشي زي ما الناس ماشيه مع الموجه، وهقول لك هو تشيلسي. انزو ماريسكا فعلا مدرب كبير، وفعلا مدرب عنده هويه بيحاول يطبقها وبيحاول يثبتها عند دماغ اللعيبه، يعرفهم ويحسسهم ان هم فعلا في نادي كبير وان هم عايزين يحققوا حاجه فعلا، ولكن ده ما بيجيش في يوم وليله. هتقول لي هم بقى لهم فتره شغالين مع بعض والموضوع برضو بقى له بتاع سنه مثلا اهو. هقول لك لو بصيت على بطوله ضخمه زي الدوري الانجليزي مقارنه بالشغل اللي اتعمل مثلا مع ارسنال، شوف بقى له كام سنه. ففكره ان انت تيجي تعمل مشروع لمده سنه واحده بس وتقدر تسيطر على الناس دي وتعلى عليهم، اعتقد صعب. عشان كده في المركز الثالث يجي للاسف الفرقه اللي انا كنت حاسس ان هي هتكسب البطوله. الواحد كل ما يفكر في ارسنال يا جماعه بيحس ان هو دايما ناقصهم حاجه. معرفش المشكله في ارتيتا ولا مشكله في ان هم يصلحوا حاجه ويبوظوا حاجه تانية، يحسنوا في مركز يلاقوا المركز الثاني هبط منهم، مش عارف. بس دايما حاسس ان اللعيبه دي ما عندهاش شخصيه البطل نهائي. ودايما لما بلاقي ارسنال بتاخد مركز تاني كان بيبقى قدامها فرصه فعلا ان هي تستغل وتبقى بطل البطوله دي، بس هم فعلا ما عندهمش الشخصيه دي نهائي. اتمنى يعملوا حاجه كويسه، اتمنى المشروع ده يجي بثمار كويسه عشان نقدر نشوف منافسه اقوى في الدوري الانجليزي، ولكن انا لحد دلوقتي شايفهم مركز تاني. عشان يجي في المركز التاني المدرب اللي انا مستغرب ان كل العالم مش متوقع ازاي يا جماعه ان هو بينافس مانشستر سيتي. جوارديولا يا جماعه انتوا نسيتوه بجد، نسيتوا واحد بيبقى مفتوح له كل الخزاين كل سنه، عوض اي حاجه ناقصاك وهات مكانها. بجد نسيتوا واحد كان بيسيطر على البطوله 6 سنين متواصل. بجد نسيتوا واحد لمجرد ان لاعب او اتنين اتصابوا عنده، لاعب او اتنين كبروا في السن شويه، بس هو بيعوض الناس دي على طول، بيعوضهم بدل الواحد باتنين وثلاثه واربعه عشان يجي بطل الدوري. الفرقه اللي فعلا عملت الصح مع نفسها ومع لعيبتها ومع جماهيرها عشان تقدر تحافظ على اللقب، وهي ليفربول. ليفربول اللي عملت عكس كل التوقعات، ان دايما اي فرقه كبيره عاده استثماريه عشان تكسب اكتر طول ما هي ماشيه كويس بتكسب دوري، بتكسب ابطال، بتكسب اي بطوله عامه طول ما هم في التوب ليفل ما بيصرفوش تقريبا زي فرقه كده اعرفها اعتقد. ولكن ليفربول رغم ان هم كسبوا الدوري السنه اللي فاتت، ولكن من اكتر الفرق اللي صرفت في الانتقالات دي ودعموا كل صفوفهم. وعلى فكره بالمناسبه لو جيت بصيت هتلاقيهم خرجوا لعيبه وجابوا لعيبه، فهم تقريبا لو جيت بصيت على الناتج من القصه دي مش صارفين كتير اصلا. الدوري الامتع بالنسبه لي والفئه معينه من الناس، انا عارف ان هم مش ناس كتير قوي يعني، بس هو الدوري الامتع والاكثر اثاره بالنسبه لي، الدوري اللي مش عامل زي الدوري الانجليزي كده تحس ان انت بتتفرج على اي دوري الترقيص، دوري المتعه، دوري المهاره، دوري الكره الحلوه كده. الدوري الاسباني اللي هنقسمه مع بعض لثلاث نقط رئيسيه: الدوري والسوبر والكاس. السوبر اتحدد مواعيد الماتشات اللي هتتلعب فيه، ريال مدريد قصاد اتلتيكو مدريد، واتلتيك بلباو قصاد برشلونه. وبصراحه مع تركيز اتلتيكو مدريد جدا في بطوله الكاس بالتحديد، حاسس ان هم المره دي ممكن يعدوا من ريال مدريد ويخطفوا النهائي من برشلونه. ولو جينا للكاس، البطوله اللي كانت قريبه جدا من ريال مدريد السنه اللي فاتت وخلصت في ماتش الكلاسيكو طبعا الشهير اللي هو كان اخر ماتش خالص وكان فرق جول واحد كان 3-2. فاعتقد لو في كاس كده عدى من برشلونه في الحاجات المحليه دي اعتقد هتبقى لصالح ريال مدريد. عشان نيجي للبطوله الاهم في البطولات المحليه الثلاثه وهي الدوري الاسباني نفسه، مش قادر يا جماعه، مش قادر، مش هعرف الصراحه احور واجامل يعني. اتمنى طبعا ان ريال مدريد لا خلينا نتكلم بصراحه. طبعا واحد زي هانسي فليك خلاص ثبت اقدامه تقريبا في برشلونه وتكتيكه، وخلاص هو عارف يلعب البطوله اللي نفسها طويل. مش قصدي ان تشابي الونسو ما بيعرفش يلعب البطولات دي، ولكن برضو لسه سنه اولى. فاعتقد ان البطل هيحافظ على البطوله وهيحافظ على درع الدوري للسنه الثانيه على التوالي، وبطوله الدوري الاسباني هتروح لبرشلونه. لا بص لو انت منتظر مني يعني عشان نبقى صراحه مع بعض، انا قلت لك انا في الاول انا ما بحبش الحاجات اللي هي بيبقى فيها هبد 100%، نتوقع مع بعض ونهزر ونضحك بس بلاش هبد 100%. يعني لو متوقع مني ان انا اقول لك كل حاجه في حلقه واحده ومنها دوري الابطال يبقى اوفر قوي بصراحه. دوري الابطال بيعتمد دايما
دايما على القرعه نفسها بيبقى ليها دور كبير جدا بتحصل لما يتحدد من بعد الدور المجموعات، وكمان بيعتمد على اول شهرين بيعدوا من مستويات الفرق كلها، دايما بيبقوا متغيرين تماما عن الجزء الثاني. فاحنا ممكن نهبد ممكن نتوقع، بس مش قوي كده الصراحه، يعني هنبقى حتى بنقول اي كلام في الهوا. فخلينا نشوف كده اول شهر شهرين من بدايه الدوريات، واوعدك ان انت هتلاقي مني حلقه قويه جدا لتوقعات دوري الابطال بعد ما يبان لها ملامح، ولكن تبقى بناء على ارقام وحقائق وحاجات الواحد ممكن يكون شايفها شويه، وبرضه شويه هبد مش هرحمه، بس على الاقل لما ههبد حاجه هتيجي صح، وهتسمع من اخوك وهتقول اخوك ايه، هتبقى في حاجه كده هبدايه كده في النص صح يعني. طبعا ده كله مش مبرر ان الملك هياخد البطوله ان شاء الله الملك ياخد البطوله. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب والحاجات دي. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وما تنساش تصلي على النبي، وفايتك كتير.